مساء الخير. انا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري ستوري. اول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة، ولو في حاجة انت عايزة نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهاردة هنتكلم عن فيلم نادر جدا هو اسمه زهرة، وفي بعض الاحيان بيطلق عليه زهرة السوق. تم عرضه المرة الأولى يوم 1 يناير 1947. مدة عرضه 90 دقيقة، والفيلم تصنيفه درامي. هو من إخراج حسين فوزي وكمال أبو العلا، وتأليف إبراهيم حسين العقاد. أما عن طاقم العمل فهم بهيجة حافظ، كمال حسين، أحمد منصور، عبد العزيز خليل، علوية جميل، سوريا فخري، وديع الصافي، محمد توفيق، صلاح منصور، محمد التبعي، محمود رضا، عبد الفتاح الأسري. بتدور القصة حوالين شخص اسمه خورشيد بيحاول ان هو يتجوز بنت الباشا اللي اسمها بهيج، بس يتجوزها عرفي. فابوها رفض فكرة العرف دي ورفض ان هو يجوزها له اصلا، لان فرق طبقات المجتمع ما بينهم كبيرة قوي. ده باشا وده راجل غلبان، فاضطر ان هو يوقعه في الغلط علشان يجبره ان هو يتجوز بنته. وللأسف الراجل ما استحملش ومات بأزمة قلبية حادة، فاستغل الموقف واتجوز بنته وعذبها طول الفيلم. وفي النهاية تم الاستنجاد بشخص تاني حبها وحبته وهو صلاح منصور. وفي الآخر اتجوزت صلاح منصور. ايه ده، هي اتجوزت اتنين؟ لا، ما الحكاية كبيرة قوي. وقعت جوزها في خي بسيط ان هو بيبيع مخدرات، نفس فكرة الفيلم اللي فات، وسجنته وعملت 25 سنة واتطلقت منه بأمر من المحكمة واتجوزت صلاح منصور في النهاية. هو فيلم قصته بسيطة، بس حكاية الفيلم ده بره حكايته الأصلية في الكواليس. يعني الفيلم ده آخر أعمال بهيجة حافظ، اللي أشهرت إفلاسها بعده على طول بسبب أزمة مالية تتعدى 450 جنيه، مع إن كانت عندها فلوس في شركة الإنتاج 19,000 جنيه. ولكن بسبب 450 عانت من الفيلم ده سنوات كتيرة جدا، وانتهى مسيرة بهيجة حافظ اللي استمرت لمدة 10 سنين، من أول الثلاثينات من أول فيلم الضحايا لآخر الأربعينات وهو فيلم زهرة أو زهرة السوق. كمان الفيلم ده ظهر فيه للمرة الأولى المغني اللبناني وديع الصافي. بسبب الفيلم ده عملت أزمة نفسية لبهيجة حافظ، قررت من بعدها ان هي ما تنتجش اي افلام تاني، لان هي كانت بتعاني من أزمة مالية حادة. اول ما تعافت منها قررت ان هي ما تعملش ولا تخرج ولا تنتج مرة تانية. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، صدقني مش هتخسر حاجه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتساعدنا ان قناتنا تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. شكرا جدا.